أهلا ومرحبا بكم في قناة أبو نور وسيف المصري. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك ودوس إعجاب واضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي مع المراجعة النهائية في مادة العلوم 2023 الفصل الدراسي الأول. نبدأ أول حاجة. اكتب المصطلح العلمي. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة: الكتلة، قوة جذب الأرض للجسم، الوزن، وحدة قياس الكتلة وتكافئ لتر مية، الكيلوجرام، وحدة قياس الكتلة وتكافئ مشبك ورق، الجرام، وحدة قياس الوزن وتساوي 100 جرام تقريبا، النيوتن. مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها: مواد جيدة توصيل للحرارة. طب لا تسمح، يبقى رديئة التوصيل للحرارة. أداة قياس الكتلة: الميزان المعتاد أو الميزان الحساس أو الميزان ذو كفة واحدة بمؤشر أو الميزان الرقمي. طب أداة قياس الوزن: الميزان الزنبركي. أداة قياس درجة حرارة الإنسان: الترمومتر الطبي. طب السوائل: الترمومتر المئوي. طب لو قال لي أداة قياس درجة الحرارة ما حددش، بقول له الترمومتر. أداة قياس درجة حرارة الأطفال: الترمومتر الرقمي. السائل المستخدم في الترمومتر: الزئبق. طب السائل المستخدم في تطهير الترمومتر: الكحول. خليط من الغازات تحيط بالكرة الأرضية: الغلاف الجوي. طبقة في الغلاف الجوي بتحمي الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية: طبقة الأوزون. مادة بتستخدم لتحضير الأكسجين في المعمل: فوق أكسيد الهيدروجين. طب مادة تزيد من سرعة التفاعل ولا تتفاعل ولا تتغير: العامل المساعد. طب ينفع يا أستاذ أقول له ثاني أكسيد المنجنيز؟ لا، ثاني أكسيد المنجنيز ما ينفعش أكتبه في المصطلح العلمي، عامل مساعد، عشان في ثاني أكسيد منجنيز وفي حاجات تانية، في بلاتين، في هيدروجين، في عوامل حفازة تانية. غاز يستخدم في لحام وصهر المعادن: لو قال لي غاز يبقى الأكسجين. طب لو قال لي لهب يستخدم في لحام وصهر المعادن، يبقى لهب الأوكسي أسيتيلين. مادة تستخدم في تحضير ثاني أكسيد الكربون: كربونات الكالسيوم. غاز يسمى بالأزوت ومعناه عديم الحياة: النيتروجين. مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان: المخ. استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات دون تدخل المخ: الفعل المنعكس. طب المسؤول عن الفعل المنعكس: الحبل الشوكي. عضو بيتكون من مادة رمادية للداخل على شكل حرف اتش تحيط بها مادة بيضاء: الحبل الشوكي. وحدة بناء الجهاز العصبي: الخلية العصبية. مجموعة محاور خلايا محاطة بغلاف دهني: مجموعة محاور خلايا تدينا مين؟ تدينا الليفة العصبية أو الليف العصبي. طب لو قال لي بقى مجموعة ألياف عصبية، كنت قلت له العصب. يبقى مجموعة محاور خلايا بتدي ليفة عصبية، طب مجموعة ألياف تدي عصب. أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة: المفاصل. طب اللي بيغطي أطراف العظام لمنع احتكاك الفقرات ببعضها والعظام ببعضها: الغضاريف. صورة من صور الطاقة بتنتقل من الجسم الأعلى للجسم الأقل: الحرارة. مؤشر بيساعدنا في التعبير عن سخونة أو برودة الأجسام: درجة الحرارة. مادة تستخدم كعامل مساعد في تحضير الأكسجين، دي بقى المرة دي أقول له مين؟ ثاني أكسيد المنجنيز. طب اتحاد المادة مع الأكسجين سريعا مع انطلاق ضوء وحرارة اسمها إيه؟ الاحتراق. طب اتحاد المادة مع الأكسجين ببطء في وجود رطوبة بسميها التأكسد. جسيمات دقيقة من غبار وأتربة: الجسيمات العالقة. المادة اللي بتصنع منها السجاير: التبغ. مفاصل تسمح بالحركة في اتجاه واحد: في اتجاه واحد يبقى محدودة الحركة. طب لو قال لي في جميع الاتجاهات يبقى واسع الحركة. طب مفاصل لا تسمح بالحركة: الجمجمة. زي الجمجمة أقول له مين بقى؟ مفاصل لا تسمح بالحركة زي الجمجمة، أقول له ثابت الحركة أو عديم الحركة. طب ينفع هنا يا أستاذ أقول له الجمجمة؟ لا، ما ينفعش، لأن ده مصطلح علمي ما ينفعش أدي فيه مثال. نوع من البكتيريا بتساعد في تثبيت النيتروجين في التربة: البكتيريا العقدية.
طب نوع من النباتات بتقوم بتثبيت النيتروجين في التربة؟ النبات بقى بسميها ايه؟ النباتات البقولية. عملية يصنع فيها النبات غذائه بنفسه، عملية البناء الضوئي. جهاز يعمل كحلقة وصل بين الأعضاء المستقبلة والمستجيبة، الجهاز العصبي. مجموعة ألياف عصبية محاطة بغلاف دهني، لسه قايلينها من شوية مين؟ العصب. موضع اتصال تفرعات شجيرية الخلية مع تفرعات شجيرية الخلية المجاورة، تشابك عصبي. طب المسؤول عن التفكير والتذكر والعمليات الإرادية، النصفين الكرويين. طب المسؤول عن حفظ توازن الجسم، المخيخ. طب العمليات اللا إرادية، النخاع المستطيل. جزء في الجهاز العصبي بيوصل المخ بالحبل الشوكي، النخاع المستطيل. 12 زوج من الأعصاب بتخرج من المخ، الأعصاب المخية. طب 31 زوج من الأعصاب بتخرج من الحبل الشوكي، الأعصاب الشوكية. يبقى قدرة الكائن على تغيير مكانه بسميها الحركة. معرفة الكائن الحي للمؤثرات الخارجية، الإحساس. محور الجهاز الهيكلي، العمود الفقري. علبة عظمية بها تجاويف لحماية المخ، الجمجمة. آخر زوجين من ضلوع القفص الصدري، الضلوع العائمة أو الضلوع السائبة. طبعا متصلة من الخلف في العمود الفقري وسائبة منين؟ من الأمام. ارتفاع درجة الحرارة نتيجة زيادة ثاني أكسيد الكربون، احتباس حراري. غاز لازم للنبات للقيام بعملية البناء الضوئي، ثاني أكسيد الكربون. غاز بينتج من عملية البناء الضوئي، غاز الأكسجين. غاز يسمى بالأزوت ومعناه عديم الحياة، النيتروجين. مركز الاتصال والتحكم في جسم الإنسان بيستقبل معلومات ويفسرها، الجهاز العصبي. طيب تعالوا بقى صح وغلط. وزن كيس السكر بيساوي 1 كيلو جرام تقريبا، صح ولا غلط؟ غلط، المفروض ما اقولش وزن، المفروض اقول ايه؟ كتلة. الكتلة 1 كيلو جرام. وزن الجسم على القمر سدس وزن الجسم على الأرض، صح. جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة، غلط، جميع المعادن. تعتمد فكرة عمل الترمومترات على تمدد السوائل بالحرارة وانكماشها بالبرودة، صح. تصنع أواني الطهي من الخشب، غلط، من الألمنيوم. تصنع المقابض من الألمنيوم، غلط، من الخشب. الكتلة والوزن شيئين مختلفين، صح. الأكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال، صح. تتآكل المواد المصنوعة من الحديد عند تعرضها للهواء والرطوبة، صح، عشان بتصدي. بيقل الأكسجين كلما ارتفعنا الأعلى لأن كثافته أكبر من كثافة الهواء، صح. يسمى النيتروجين بالأزوت ومعناها غاز الحياة، غلط، معناها عديم الحياة. تقل كتلة المواد بعد اتحادها مع الأكسجين، غلط، دي مش بتقل، دي بتزيد. يتكون الأوزون من ذرتين وبرمز له بالرمز O3، غلط، هما مش ذرتين، هما كام ذرة؟ 3 ذرات. أكمل. جميع المعادن نقط التوصيل للحرارة، جيدة. تنقسم المواد من حيث توصيل الحرارة إلى جيدة التوصيل للحرارة ورديئة التوصيل للحرارة. وزن الجسم على القمر بيساوي سدس وزن الجسم على الأرض. طب لو قال لي على الأرض يبقى 6 أمثال. في الترمومتر مين كل درجة مقسمة إلى 10 أقسام؟ الطبي. يتم تطهير الترمومتر الطبي بغمسه فيه كحول. كلما ابتعدنا عن مركز الأرض يقل الوزن، بينما تظل كتلته ثابتة. كتلة الجسم ثابتة لا تتغير بتغير المكان أو الحالة الفيزيائية. الحرارة صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حرارة. تصنع أواني الطهي من الألمنيوم والمقابض من الخشب. تصنع يد المكوى من البلاستيك. وزن الجسم على الأرض بيساوي نقط وزنه على القمر 6 أمثال، هنا عايز على الأرض.
عندما نمسك كوب شاي ساخن تنتقل الحرارة من كوب الشاي الساخن اللي هو الأعلى حرارة إلى اليد الأقل حرارة. يمثل الأكسجين 21%، والنيتروجين 78%، وثاني أكسيد الكربون 3%. من الغازات الخاملة هيليوم والنيون والأراجون. المصدر الأساسي للأكسجين في الغلاف الجوي هو النبات في عملية البناء الضوئي. كثافة الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون أكبر من كثافة الهواء. يتم طلاء الأجسام المصنوعة من الحديد لحمايتها من الصدى. يدخل الأكسجين في تركيب الماء اللازم لحياة الكائنات الحية. يتركب ثاني أكسيد الكربون من ذرة كربون مع ذرتين أكسجين، ويرمز له بالرمز CO2. تقاس الكتلة بوحدة الجرام أو الكيلوجرام، بينما يقاس الوزن بوحدة النيوتن. أداة قياس الكتلة الميزان الحساس أو الميزان المعتاد. طب وأداة قياس الوزن الميزان الزنبركي. يتوقف وزن الجسم على كتلة الجسم، كتلة الكوكب، بعد الجسم عن مركز الكوكب أو الأرض. جميع المعادن جيدة التوصيل للحرارة، والنحاس يوصل الحرارة أسرع من الألمنيوم. من استخدامات المواد جيدة التوصيل للحرارة أواني الطهي والقدور والغلايات. في ناس بتغلط وتقول الحديد والنحاس والألمنيوم، هنا عايز استخدامات. لكن من المواد جيدة توصيل الحرارة النحاس والألمنيوم. من استخدامات المواد رديئة التوصيل للحرارة مقابض أواني الطهي ويد المكواه. من المواد رديئة التوصيل للحرارة النحاس، الخشب والبلاستيك. تدريج الترمومتر المئوي بيبدأ من 0 ل100. يوجد اختناق في الترمومتر الطبي، وكل درجة مقسمة إلى 10 أقسام. يستخدم الترمومتر المئوي في قياس درجة حرارة السوائل، بينما الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة الإنسان. تقاس درجة الحرارة باستخدام الترمومتر. من أنواع الترمومترات الطبي والمئوي. يتكون الجهاز الهيكلي الإنسان من هيكل محوري وهيكل طرفي. طب يتكون الجهاز الحركي من الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي. ينتج الأكسجين، طبعا هنا يا ولاد لو زود لنا بمساعدة مين اللي بينسق بينهم، الجهاز مين العصبي. ينتج الأكسجين من عملية البناء الضوئي، وينتج ثاني أكسيد الكربون من عملية التنفس، ومن احتراق المواد العضوية زي الخشب والفحم والزيت والتبغ. عدد الأعصاب في جسم الإنسان 43 زوج. بيتكون الهيكل المحوري في الإنسان من جمجمة، عمود فقري، والقفص الصدري. طب والهيكل الطرفي من طرفين علويين وطرفين سفليين. عدد فقرات العمود الفقري 33 فقرة، بينها غضاريف لمنع احتكاك الفقرات ببعضها. يحضر الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين في وجود ثاني أكسيد المنجنيز. الجهاز العصبي الطرفي بيتكون من أعصاب مخية وأعصاب شوكية. طب والمركزي من المخ والحبل الشوكي. يحاط محور الخلايا العصبية بطبقة دهنية لحمايته ويمده بالطاقة، وينتهي بيه تفرعات نهائية. يتكون المخ من النصفين الكرويين والمخيخ والنخاع المستطيل. كثرة تناول الشاي والقهوة بيسبب زيادة ضربات القلب، الأرق، توتر الأعصاب. يزداد وزن الجسم بزيادة كتلة الجسم، كتلة الكوكب. طب ينفع أقول بعد الجسم عن مركز الكوكب يا أستاذ؟ لا، هنا ما ينفعش عشان قال لي يزداد. لو قال يتغير بقول التالتة، لو قال العوامل بقول التالتة، لكن يزداد بزيادة حاجتين، كتلة الجسم وكتلة الكوكب. كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت جاذبية الكوكب، وزاد
وزن الجسم عليه. يتم حرق الأسيتيلين في جو من الأكسجين للحصول على لهب الأوكسي أسيتيلين، درجة حرارته 3500 درجة، يستخدم فيه لحام وصهر المعادن. درجة الحرارة هي عبارة عن مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة الأجسام. الفكرة الأساسية لعمل الترمومترات هي تغير حجم السائل بتغير درجة الحرارة. عدد الأعصاب المخية 12 زوج، والشوكية 31 زوج. يتركب الجهاز العصبي من جهازين أساسيين، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. يستخدم النيتروجين في صناعة النعطة الذي لا يصدأ، الفولاذ الذي لا يصدأ، طبعا لاستخدامات تاني زي الأسمدة، زي النشادر، زي من إطارات السيارات والطائرات. من خصائص ثاني أكسيد الكربون أنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، وكثافته أكبر من كثافة الهواء، وبيدوب في المية. طب ومن خصائص الأكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال، كثافته أكبر من كثافة الهواء، شحيح الذوبان في الماء. طب ومن خصائص النيتروجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، عديم الذوبان في الماء. طيب، عملية البناء الضوئي محتاجة غاز ثاني أكسيد الكربون، وينتج غاز الأكسجين. كتلة الجسم على الأرض ثابتة، بينما الوزن بيتغير. الهيكل الذي يضم الجمجمة يسمى بالهيكل المحوري. طب واللي بيضم الطرفين العلويين يسمى بالهيكل الطرفي. الغاز المستخدم في تصنيع النشادر اللي هي الأمونيا النيتروجين. أساس تكوين البروتين عنصر النيتروجين، معروف باسم الأزوت، ومعناها عديم الحياة. من مصادر ثاني أكسيد الكربون التنفس والاحتراق. عدد ضلوع القفص الصدري المتوصلة في العمود الفقري 12 زوج. طب والمتوصلة في عظمة القص 10 أزواج. طب والسائبة زوجين. اتجاه تأثير الوزن نحو مركز الأرض، بينما يمين ليس لها اتجاه الكتلة. كتلة الجسم عند التوازن بتساوي مجموع كتل الأثقال. كلما زادت كتلة الجسم يحتاج قوة أكبر لتحريكه أو إيقافه. لانتقال الحرارة من جسم لآخر يشترط وجود فرق في درجات الحرارة أو اختلاف في درجات الحرارة، وتتوقف كتلة الجسم على كمية المادة. درجة غليان المية 100، وانصهار الجليد أو تجمد المية 0، وحرارة الإنسان 37. طبقة مين في الغلاف الجوي؟ الأوزون. بتمتص الأشعة الفوق بنفسجية. بيتكون الأوزون من 3 ذرات أكسجين، ورمزه O3. بتساعد الأجسام العالقة في الهواء على تكثف بخار الماء ونزوله على هيئة مطر أو ثلج. عند ترك أسلاك حديد مبللة بالماء معرضة للهواء الجوي فإنها تصدأ. نسبة الأكسجين كلما ارتفعنا الأعلى بتقل، لأن كثافته أكبر من كثافة الهواء، يعني أتقل من الهواء. تستخدم نترات الأمونيوم في صناعة الأسمدة. بيتكون المية من ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين. يستخدم ناط للكشف عن ثاني أكسيد الكربون ماء الجير. يجمع ثاني أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى، لأن كثافته أكبر من كثافة الهواء، يعني أتقل من الهواء. ولا يجمع بإزاحة الماء لأنه يذوب في الماء. تتركب الخلية العصبية من جزئين رئيسيين هما جسم الخلية ومحور الخلية. يمتد نقط داخل قناة في فقرات العمود الفقري الحبل الشوكي، وبتخرج منه الأعصاب الشوكية. يقع المخ داخل علبة عظمية تسمى الجمجمة، بينما يوجد الحبل الشوكي داخل العمود الفقري. يتصل الطرفين العلويين بالعمود الفقري عن طريق العلويين، يبقى عن طريق الكتف، والسفليين
عظام الحوض. عظمتها نقط في الطرف العلوي عظمة الساعد، وعظمتها نقط في الطرف السفلي الساق. في الحبل الشوكي المادة الرمادية للداخل على شكل حرف H، والبيضاء للخارج. يستهلك الأكسجين في عمليتي التنفس والاحتراق. بالضغط والتبريد يتحول ثاني أكسيد الكربون لسائل، وعند تخفيف الضغط عليه يكون الثلج الجاف يستخدم في التبريد. يتركب الطرفين العلويين من العضد والساعد وعظام اليد. طب والسفليين الفخذ والساق وعظام القدم. النصفين الكرويين يفصلهم شق وسطي، وتربطهم ألياف عصبية لسهولة الاتصال بينهم. يعبأ الأكسجين في اسطوانات ويستخدم في الغطس تحت الماء، تسلق الجبال، في الفضاء، في الجراحات، في العمليات، في لحام وصهر المعادن. يتم الكشف عن ثاني أكسيد الكربون بإمراره على ماء جير فإنه يتعقم. يتركب النيتروجين من ذرتين ويرمز له بالرمز النيوتن. بكده احنا راجعنا كل أسئلة المصطلح العلمي، وراجعنا أسئلة صح وغلط، وراجعنا أسئلة أكمل. إن شاء الله بإذن الله بكرة إن شاء الله نكمل مراجعتنا لو في نصيب إن شاء الله أو في وقت. هناخد بقى أسئلة اختر الإجابة الصحيحة، وبقية أسئلة أكمل تمام كده، وأسئلة أذكر السبب العلمي علل، والرسومات أهم الرسومات اللي عندنا في المنهج. المسائل أهم المسائل، أهم الأرقام، أذكر أهمية كل من الأهميات كلها. تمام. ماذا يحدث عند تمام كده، ازاي احافظ على الجهاز العصبي، ملاحظات، ودي برضو بعض المسائل السهلة والمسائل الصعبة شوية. اتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بالنسبة يا أولاد للأسئلة ديت، الأسئلة هي متجاوب عليها، هي موجودة ومتجاوب عليها، وموجودة في الفيديو التاني اللي أنا راجعته مراجعة المدرسة، والصفحة دي برضه هيت موجودة في الفيديو دوت، وموجودة في الفيديو بتاع مراجعة المدرسة. طيب عشان انت تراجعها ممكن تشغل الفيديو في الرسومات التانية ديت، عشان مش هراجعها لكم بقى تاني. ممكن تشغل الفيديو اهوت تمام، وتقوم موقف الصورة كده اهو، توقف الصورة، وبعد ما توقف الصورة تقعد تراجع الأسئلة كده من على الشاشة مع نفسك بقى بالراحة. تمام، لأن كده أنا مجاوب الأسئلة، مش محتاجة بقى إن أنا أراجعها لك تاني. أنت اقعد كده بالراحة مع نفسك وراجعها من على الشاشة بعد ما توقف الصورة. يلا أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك ودوس إعجاب واضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. مع تحيات أبو نور وسيف المصري.